مثلا في شيخ، بنعتقد في مكان، بس اول مره نسمع ان احنا كنا بنعتقد في عمود. يعني ازاي دي مش عارف. يعني احنا بنعتقد في عمود. قبل ما ابتدي الشرح هوريكم حاجه الدكتور ابو العمام موضحها. بيقول ان دي اثار لحس باللسان. دي كلها اثار لحس باللسان، شايفينها؟ ماشي، باينه خالص. ايام ايام محمد علي باشا ظهر جماعه مغاربه قالوا ان العمود ده له سر محدش عارفه خالص. هم قبل محمد علي، بس اللي هي ظهرت من ايام العثمانيين. هي ظهرت، هي المقوله يعني اللي انا قراتها ان هي من ايام محمد علي. ظهر ناس من المغاربه ماشي بيقولوا ان العمود ده له سر خطير محدش عارفه، وعن تجربه كمان. احنا مش بنتكلم وخلاص، لا ده في تجربه كمان احنا جربنا واثبتت ان هي صحتها. كانت ايه هي بقى التجربه دي؟ ماشي، اي حد كان بيشتكي من اي مرض في بطنه او من كده كان يجي هنا ماشي، كان يدهن العمود ده ليمون، ميه ليمون ماشي، وبعد كده يقعد يلحس بلسانه ماشي، لحد يفضل يلحس بلسانه لحد يا فندم، يا فندم، شكرا لحضرتك. يفضل يلحس لحد ما لسانه يتعور ويجيب دم اسود ماشي، ويعمل الموضوع ده كم مره؟ 3 مرات. واول ما يعمل كده 3 مرات الحمد لله ربنا هيشفيه ماشي. فاحنا الحمد لله احنا بنعتقد في الحاجات دي موت يعني. فجه في عصر عباس حلمي ان الشارع ده خلاص بقى مليان ناس، خلاص بقى كل واحد جايب الليمون وجاي يستني دوره هيدهن ويلحس ماشي. في ناس حراميه كانوا معديين من الطريق، لو الست كانت واقفه ولابسه حلي بقى ومتزينه ومش عارف ايه، فالظاهر هم كانوا عايزين يسرقوا الحليه اللي هي لابساها، فعوروها فتعورت فماشي. فجه بقى اللي هو المسؤول عن الضبط والربط اللي هو والي الشرطه في الوقت ده او الماسك الشرطه في الوقت ده، قال لا بس بقى، قال بس كفايه بقى العمود ده، لا الغوا لنا العمود ده بقى من هنا عشان احنا زهقنا ماشي. ودي اثار البنيان هنا، هم جم بنوا على العمود ده كده بنيان وغطوه، بنوا عليه بالجبس وغطوه. هو في حاجه يعني كانوا بيزحفوا على الارض ويلحسوا. ايوه، ما هم يلحس ده أيوة. لازم هم ينبطح جت لجنه حفظ الاثار بنوا حيطه علشان يمنع الناس تلحس. يلحس على العالي كده ايوه قصاد بقه. ايوه، انما انه ينام على الارض ولا كان لا الشارع الشارع علوي. الشارع علوي مش اقل من متر ونص. الشارع علوي. في عمدان تاني حتى اظن لها تلاحظ هناك معتقد برضه تاني شباك برضه السبيل. مكان تاني هنا في مصر. هنا شباك السبيل برضه عمود تاني عمودين على اساس أيوة، هو هو في حته عايزه تخلف او حاجه زي كده. في مكان تاني برضه في بعمدان. كذا مكان يا فندم. هو الاستاذ مستعصم يقصد انه يشير على الحادثه بتاعت العمود. لا انا بفكر معاك. لكن الفكره بتاعت عواميد لحس العمود او التبرك بحاجه كانت فكر سائد في الفتره اللي هي العصر العثماني، نتيجه غلق المستشفيات وملحقات المدارس. كان كل مدرسه من المدارس اللي في المملوكيه بيبقى ملحق بيها مارستان او مستشفى او مستوصف او مكان بيبقى فيه دكتور طبيب يعالج الناس يعني. في الفترة العثمانية حصل اضمحلال للموضوع ده لدرجة إن الناس عندهم مش عايز أقول، في ناس بتزعل مني لو قلت الكلام ده، لكن للأسف الفترة العثمانية حصل استثمار للخزعبلات. يعني كانوا بيعالجوا الناس بالوهم، كان بيوهم الناس